في مفاجأة كبيرة لجمهور نسرين طافش وأحمد جوهر، أعلن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر أنه تزوج من الفنانة نسرين طافش، وذلك لأول مرة في عيد الحب، بعد أن حرصا على إبقاء الأمر بعيداً عن أعين الجمهور لمدة 3 أشهر. وقد نشر جوهر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له مع نسرين طافش خلال احتفالهما بعيد الحب، وعبر عن مشاعره تجاهها، حيث كتب: أنت أحلى حاجة وكل شيء بالنسبة لي، في رسالة رومانسية أظهرت عمق علاقتهما. الجدير بالذكر أن أحمد جوهر، الذي يعرف بأنه أحد رجال الأعمال المميزين في مجال المجوهرات والماس، كان متزوجاً سابقاً من شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، حيث انفصلا في عام 2018 بعد فترة زواج. ورغم أن جوهر أصغر من نسرين طافش بعدة سنوات، إلا أن علاقتهما أثارت اهتمام المتابعين ولفتت الأنظار بسبب المفاجأة التي جاءت بعد فترة من التكهنات حول علاقتهما. تفاعل الجمهور مع هذه الأخبار بشكل واسع، حيث عبر العديد من المتابعين عن دهشتهم وسعادتهم لهذه المفاجأة السعيدة، وتساءلوا عن كيفية إخفاء نسرين طافش لهذا الخبر لفترة طويلة، خاصة في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي يحيط بحياتها الشخصية.